وداد الفاسي. والهدف كما أشار قبل بداية هذه المقابلة التكوين واللعب من أجل مراكز آمنة. الكرة عند اللاعب فريد الطلحاوي. فريد الطلحاوي كمرة دائما محاولة لفريق الوداد البيضاوي، والهدف الأول لفريق الوداد البيضاوي ضد فريق الوداد الفاسي بواسطة اللاعب محسن ياجور. وفؤاد عسوم طبيعة الحال يشير أن ما قاله من قبل كان هو ما أعطى هذه النتيجة، أي أن اللاعب ياجور كان ربما مسجونا بهذه الطريقة إن شئنا التعبير داخل الرقعة التي وضعه في المدرب سانتوس، لكن بعد إدخال اللاعب سكوما تحرر اللاعب ياجور وتمكن في هذه اللحظة من تسجيل الهدف لفريق الوداد البيضاوي، الهدف الأول. تفضل فؤاد. الملاحظة اللي كنا ذكرنا في الجولة الأولى أنه اللاعب ياجور كنت كنتبعوه هو شاب، انه مخلوق للتهديف ومخلوق يكون وسط المدافعين. دخول سكوما وخروج جيفرسون حرر محسن ياجور وعطى بعض التمريرات ديال الطلحاوي وديال سكوما للمهاجمين. كنظن بانه الحس دو سانتوس بالخطر ديال الذهاب ديالو من فريق الوداد هو جعل